برشلونة تعتبر واحدة من أفضل المدن الذكية اللي موجودة في العالم، يعني مثلا المدينة كلها متغطية بشبكة واي فاي وكل حاجة متوصلة بالإنترنت، من أول صناديق القمامة اللي موجودة في الشارع اللي حاطين فيها مجسات بتحدد إن كانت مليانة ولا لأ، وبناء على ده بيتحدد مسار عربية القمامة كل يوم علشان تروح تفضي الصناديق المليانة. بس نفس المجسات دي موجودة في أماكن ركن العربيات، وبتقدر تحدد برضو المكان فاضي ولا مليان علشان تسهل على الناس إنها تلاقي مكان فاضي تركن فيه في أقل وقت وأقصر مسافة عن طريق الموبايل. أعمدة الإنارة كمان فيها مجسات للحركه وبتشتغل بس في الاماكن اللي فيها ناس في الشارع، مش شغاله طول الوقت، وده طبعا بيوفر جدا في استهلاك الكهرباء. ده غير انهم طوروا من شبكه المواصلات العامه علشان الناس تعتمد عليها بدل العربيات الملاكي، وفعلا قدروا يوصلوا لنسبه 15% بس من الحركه في المدينه بتكون بالعربيات الملاكي، و34% للمواصلات العامه، و50% للمشي والدراجات. الكلام ده في 2017، يعني الموضوع دلوقتي اكتر من كده، وكل ده بيتعمل علشان يقللوا من استهلاك الموارد ويقللوا الضوضاء وانبعاثات الكربون في الجو.